أنطوني لوفريدو شاب فرنسي في عمره 33 سنة مولوع بالكائنات الحية. قرر على أنه يدير عدة عمليات تجميل باش يولي بحالهم أو لا يكون كيشبه لهم بنسبة كبيرة. فمشى لعند كبار الأطباء في عالم التجميل والعمليات الجراحية وقرر على أنه يقطع الأنف ديالو ويقطع الأذنين ديالو بجوج، اليمنى واليسرى، ويقطع حتى الشفتين ديالو باش يكون قريب أو شبيه للكائنات الحية. في العملية الجراحية التالية قرر على أنه يقطع جوج صباعتين من كل يد ويقسم اللسان ديالو لجوج قطع. بعد هادشي هذا قرر على أنه يشم الجسم ديالو كامل ويحفر بعض الحفر في الرأس ديالو باش يكون كشبيه قريب جدا للكائن الحي كما يتصوره هو. بعد هذه العمليات الجراحية كاملة والتحديدات والتعديلات على الجسم، خرج أنطوني لوفريدي وصرح على أن هذه العمليات كاملة في جميع الدول اللي مشى ليهم ودار فيهم هذه العمليات تقامت عليه بميزانية كبيرة وبملايين الدولارات أو بالأحرى بآلاف الدولارات. وخرجت إحصائيات كتقول بأن هاد العمليات هادو وهاد الشكل اللي ولا عليه أنطوني فولا كيشبه الكائنات الحية بنسبة 34%. فبالرغم من هادشي كله أنطوني ما راضيش على هاد العمليات التجميل كاملة وباغي يزيد عمليات أخرى بنسبة 100% باش يكون شبيه أكبر والرجل الوحيد في العالم اللي كيشبه الكائنات الحية. الخوت، كانت هذه هي نهاية هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في الصفحة إلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو على الصفحة ديالي، ودير شي تعليق كومونتير وبارطاجي لا فيديو مع الصحاب ديالك. شكرا للخوت على المتابعة وشكرا للدعم في الفيديوهات السابقة. ان شاء الله والخوت.